هنبدأ فيلمنا مع طفلين واللي بيكونوا قاعدين بيلعبوا في المزرعة وهم تي اس وأخوه التوأم ميلتون، وبيكونوا عايشين في مزرعة مع عيلتهم. وفي يوم بيحضر تي اس محاضرة عن الفيزياء والآلات، وبيسمع الدكتور وهو بيتكلم عن محاول اختراع آلة بتولد طاقة وما بتوقفش أبدا. وبيتحمس تي اس للاختراع ده وبيقول للدكتور إن هو اللي هيعمله. وبعد فترة بيجي تليفون لتي اس من ميس جيبسون من معهد سميثسونيا العالمي بخصوص البحث العلمي اللي عمله عن العجلة المغناطيسية، وإنه فاز بجائزة في المعهد، وإنه حفل التسليم هيكون بعد اسبوع. بس تي اس بيرفض التسليم وبيقول لهم انه مش فاضي الاسبوع اللي جاي، وبيطلع يكمل شغله في المزرعه. ولما بتساله اخته جريس مين اللي اتصل بيه، فبيقول لها انهم معهد العلوم اللي في نيويورك، واتصلوا بيه علشان يقولوا له عن الجايزه. بس هي مش بتصدقه علشان شايفه ان اخوها صغير وغبي. وبتكون جريس كارهه ان هي عايشه في مزرعه ونفسها تعيش في المدينه علشان تبعد عن الحياه البدائيه اللي ابوهم جبرهم عليها. وبيكون ابوهم بيحب حياه الحيوانات وشغل المزرعه وكل اهتماماته بالاحصنه بتاعته، وقليل ما بيتكلم مع حد حتى عياله ومراته الدكتوره كيلر، دكتوره في علم الحشرات، واللي برضه بتكون مش مهتمه بحد غير ابحاثها، واللي بتكون انها بتدور على حشره نادره جدا ومضيعه وقتها كله في البحث عنها. وبيساعدها تي اس في رسم الحشرات والابحاث بتاعتها. وكان دايما ميلتون بيحب يتفرج على امه وهي بتطبخ، لحد ما في يوم بيتصاب بعيار ناري وبيموت ومحدش بيتكلم عن اللي حصل. وفي يوم بيكون تي اس راجع من المدرسه بتاعته وبيلاقي ابوه بيطلب منه انه يساعده. وبيكون تي اس عارف ان ابوه كان بيتمنى لو هو اللي مات مش ميلتون، لانه كان بيصاحبه اكتر منه علشان هو اللي كان بيساعده. ولما بيرجع بيقرر انه هيهرب من البيت وبيروح المعهد. وتاني يوم بيتصل باداره المعهد وبيقول لهم ان هيجي في الميعاد المحدد علشان يستلم الجايزه. وبيبدا يحدد مسار الرحله بتاعته لواشنطن والحاجات اللي هو محتاجها، وبياخد معاه الخريطه وبيحضر شنطته اللي فيها هدومه واكله. وبيبدا يتحرك من 4 الفجر وبيسيب رساله لعيلته علشان يطمنهم عليه وانه هيخلص اللي وراه ويرجع لهم تاني. وبيحط شنطة هدومه على عربية اخوه وبيبدأ رحلته. وبيلاقي معدي من جنبه بالعربية بس مش بيوقف له، وبيوصل لسكة القطر وبيطلع على إشارة القطر وبيلونها أحمر عشان يخلي سواق القطر يقف. وبيقف فعلا القطر، وبيحط الشنطة على عربية من عربية القطر وبيطلع عليها. وبيتحرك القطر على واشنطن، وبيفضل تي اس قاعد في القطر وهو مستخبي من اي حد بيطلع من القطر. وبيعدي الوقت وبيتخيل انه بيتكلم مع اخوه وبيقول له اخيرا هو اتحرر من المزرعه. وبيعدي الوقت وبيجي الليل، وبيكون تي اس جعان جدا وبيلاقي عربيه هوت دوج قدامه وبيكون نفسه فيه من زمان علشان امه كانت منعاهم منه. وبيقرر انه ينزل يجيب منه قبل ما القطر يتحرك ويكمل رحلته. وهو نازل بيلاقي عامل في القطر وبيتعرف عليه، يكلمه سوا وبيساله عن معنى اسمه. فبيقول له ان تي ده اول حرف من اسم ابوه، واس اختصار لسبارو واللي هو عصفور واللي خبط في شباك بيتهم ومات يوم ولادته. وبيحكي له العامل قصة العصفور اللي ما قدرش يسافر مع ولاده في الشتاء، وقال لولاده ان هيتدفى في اي شجرة حواليه لحد ما هم يرجعوا. بيحاول العصفور انه يتكلم مع كل شجرة علشان تحميه، بس ولا شجرة بترد عليه غير شجرة الصنبور، كانت هي الوحيدة اللي وافقت تحميه. وبيعدي الشتاء وبيرجع تاني لولاده في الربيع وبيقول له ان ربنا عاقب كل الاشجار وخلى ورقها يقع في الشتاء والخريف الا شجرة الصنبور. وبيشكره تي اس على القصة دي. وبيروح يجيب اكل من العربية، وهو هناك بيشوف ضباط وبيسألوا صاحب العربية عن طفل هربان من المزرعة وهم بيدوروا عليه. فبياخد تي اس اكله وبيرجع بسرعة تاني على القطر بتاعه. وهو بياكل بيفتح دفتر مذكرات امه واللي فيها كل حياتها، وبيلاقيها كاتبه انها ما اهتمتش بعيالها زي ما اهتمت بابحاثها زي ما تي اس ابنها قال لها. وبيوصل تي اس اخيرا وبيخبي شنطته في صندوق الكهرباء، وبياخد الحاجات الضرورية في شنطته الصغيرة وبيكمل رحلته للمعهد. وبيقابل ضابط وبيطلب منه انه يركب معاه العربية لحد ما يشوف ايه حكايته، بس بيهرب منه تي اس وبيجري وراه الضابط لحد ما بينط من جسر وبيتخبط في جنبه. وبيكمل طريقه وبيطلب من اي عربيه انها توصله لواشنطن، وبيركب مع سواق عربيه نقل وبيوصله لحد المعهد. وبيدخل المعهد وبيقابل الاستقبال وبيقول لهم ان هو تي اس، وبيطلب انه يقابل ميس جايسون. وبيستغربوا منه لانه كانوا فاكرين ان تي اس ده شخص كبير. وبيتصلوا بميس جايسون وبيقولوا لها ان تي اس وصل وبتنزل تقابله، بس مش بتصدق انه هو لغايه ما بدا يتكلم معاها عن الاختراع بتاعه اللي هو عمله، وبتوديه العياده علشان يكشفوا عليه. وبتتصل ميس جايسون بمديرها وبتقول له ان تي اس طلع طفل عنده 10 سنين. وبتطمن من الدكتور على صحة تي اس، وبيقولوا لها انها كدمة بسيطة وهتروح لما يرتاح. وبتعمل له تقييم عقلي في المعهد. وبيتخيل اخوه ميلتون وبيقول له ان ساب المزرعه علشان يبقى فار تجارب هنا. وبيجي وقت حفله ويليام تنفذ العجله المغناطيسيه اللي موجوده في بحثه، وبيعرضوها في الحفله وكل الحضور بينبهروا باختراعه. وبيطلع علشان يقول كلمته وبيقول لهم ان العجله بتاعته هتقف عن العمل بعد حوالي 400 سنه، وانه كان نفسه انها ما توقفش خالص. واخر حاجه بيقولها انه كان سبب في موت اخوه انه كان بيعمل بحث عن الطلق الناري في الموجات الصوتيه، بس حصلت مشكله في بندقيه اخوه وضربت الطلقه وجت فيه ومات قدامه. وساعتها جرى على ابوه يقول له عن اللي حصل، وبعدها طلع استخبى في الحمام من شده
خوف لحد ما سمع صوت الاسعاف، وبعدها اخوه مات وبيشكرهم في الاخر عن الجايزه وبيسقف له الحضور، وبيكون من ضمن الحضور والدته الدكتوره كيلر. وبيتشير تي اس بسبب صغر سنه وانه يتيم، وبيطلب في لقاء تلفزيوني وبيتعرض معاه اختراعه، بس بيتفاجئ تي اس في اللقاء انهم جايبين امه وانه ما طلعش يتيم زي ما قال. وبيسال المذيع دكتوره كيلر عن احساسها لما ابنها ساب البيت، فبتبص على تي اس وبتقول له ان احنا خفنا نخسرك انت كمان، وبتقول له ان كل واحد فيهم كان بيعبر عن خوفه بطريقه معينه، وانهم مش قصدهم انهم يهملوه. وبتقول له انه ملوش يد في قتل اخوه، وانهم غلطوا لما سابوهم يلعبوا بالبندقيه لوحدهم. وبيقول لها تي اس انه عايز يرجع البيت معاها في المزرعه، تاخده وبتسيب اللقاء وتمشي. وبتقابل في طريقها مس جايسون وبتضربها علشان كانت بتستغل ابنها، وبتكمل طريقها. بس بيحاول المذيع انه يوقفهم علشان يكملوا اللقاء لحد ما بيلاقي ابو تي اس وراه وبيضربه علشان يسيبهم في حالهم، وبيشيل ابنه وبيكملوا طريقهم للبيت. وبيسالوا تي اس هو ليه ما وقفلوش لما شافه وهو ماشي، فبيقول له انه ما شافوش ساعتها، وانه لو كان شافه كان هيرجعه. وبعد فتره كلهم بيتغيروا، وان كيلر بقت تهتم بعيلتها، وجريس بقت بتحب عيشتها في المزرعه ومتقبلاها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.